ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل اسهل واسرع وجبتين غدا ممكن ناكلهم في الدايت. حاجه كده بجد خطيره، سهلين جدا مشبعين وما بياخدوش معاكم دقايق في التحضير. يعني لو ما عندكوش وقت ما عندكوش حاجه، جربوا طبق من الاطباق دي لانه بجد هينفعكم جدا في الغدا، مشبع جدا جدا. وكمان يا جماعه سهلين، ما بياخدوش وقت خالص في التحضير. احنا كمان في القناة عاملين وجبات كتيرة حلوة قوي للفطار والوجبات للغدا. كمان عاملين سناك مخبوزات بدي القمح الكامل والشوفان. عاملين كمان حلويات بدون سكر طعمها خطير. هسيب لكم كل قوائم الحاجات الحلوة دي تحت في صندوق الوصف. لو انتم مهتمين بالدايت و بصحتكم والاكل الصحي، تابعوا قناتي وما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك للوصفه اللي هتعجبكم. هسيب لكم كل قوائم التشغيل بتاعت الحاجات الحلوه دي تحت في صندوق الوصف، ان شاء الله تستفادوا منها. عندي هنا بقى نبتدي باول حاجه بالطبق بتاعنا، وهو طبق البطاطس بالبيض والخضار. الطبق بتاعتنا النهارده مليانه خضار بشكل مش طبيعي، تقدروا بقى تحطوا الخضار اللي تحبوه. عندي بطاطسايه حجم وسط هنقطعها صوابع كده بحجم وسط. هنتبلها بملح فلفل اسمر بابريكا ومعلقه كبيره من زيت زيتون، وهنشويها في الاير فراير او في الفرن. بعد كده تعالى نحضر بقى الخضار بتاعنا. عندي خضار متقطع مكعبات صغيره، هحط عليه معلقه كبيره من زيت الزيتون وهنشويه برده في الاير فراير او في الفرن. الخضار بتاعنا احنا حاطين النهارده طماطم مكعبات كده من القرع، فلفل اصفر واحمر، بصلايه متقطعه مكعبات، وفصين توم. ممكن كمان تضيفوا اي نوع خضار بقى انتوا بتحبوه، جزر، كوسه، فاصوليا، اي نوع خضار في الطبق ده بيطلع خطير بجد. اي نوع خضار، بطاطا، اي نوع خضار، بتنجان، اي نوع خضار متواجد عندكم في البيت بتحبوا طعمه، اشوه بالطريقه دي هيطلع طعمه خطير في الطبق ده. انا بشويه في الفرن لغايه ما يبقى ريحته تطلع وياخد اللون كده الشوي الخطير ده، ويبدا كده الخضار يدبل معايا. خلاص برفعه من على الفرن وهحطه في طبق كده وابدا اهرسه هرسه بسيطه. احنا بنقطعه مكعبات صغيره لان احنا مش هنضربه في خلاط او في هاند بلندر، احنا ناكله زي ما هو كده. فنقطع الخضار بالشكل اللي احنا نحبه عشان يبقى كده ايه مناسب للاكل، مكعبات صغيره او شرايح بالطول رفيعه زي ما انتوا عايزين. انا هبدا كده اهرس بس حاجات بسيطه كده عشان الثوم والبصل يتهرسوا كده ويندمجوا مع كل الخضار. تعالوا بقى نطبق اخر خطوه، وهي البيض. عندي معلقه كبيره من زيت الزيتون كده، وعندي القالب بتاعي دوت، وهبدا احط فيه البيض، وهرش عليه رشه ملح صغيره وفلفل اسمر من على الوش. واول ما يبدا ياخد طبقه من تحت هقلبه الناحيه التانية. هنبهر بقى الخضار بتاعنا برضو رشه ملح فلفل اسمر، ملح وفلفل اسمر وبابريكا. هقلب كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، وهيكون البيض بتاعنا خلاص جاهز كمان واستوى معايا. هنطبق بقى الطبق بتاعنا الخطير بقى ده. عن طبق التقديم هحط بقى الخضار يا جماعة، حرفيا والله ريحته خطيرة، يعني ريحته رهيبة. جربوا الخضار اللي انتوا بتحبوه ومش بتحبوا تاكلوه مثلا يبقى سوتيه، جربوا الوصفة دي خطيرة. بعد كده هحط بقى شرايح البيض اللي احنا لسه مجهزينها مع بعض، وهنحط بقى البطاطس اللي احنا لسه قالينها في الاير فراير او مسوينها في الاير فراير، وهنزينها بقى بشوية بقدونس، شوية بصل ابيض، شوية زيتون، اي حاجة بقى بتطلع خطيرة في الطبق ده. جربوا الطبق ده وهتدعوا لي، طعمه يا جماعة خطير مشبع جدا. بيتاكل بقى باي طريقة، ممكن تاكلوه باي خبز صحي بالمعلقة، بيطلع خطير ومشبع. وكمان يا جماعة طعمه بقى اهم حاجة ان الاكلات الصحية المظلومة معانا اللي بيبقى طعمها وحش، الطبق ده طعمه حلو جدا جدا، محدش يصدق انه دايت لانه بجد رهيب. جربوه على ضمانتي، هيعجبكم جدا الطبق ده. واحلى حاجة ان هو بصوا سهل وسريع بطريقة مش طبيعية. تعالوا بقى نعمل الطبق التاني، وده بقى طبق برضو اسهل واسرع كمان من الاولاني. عندي هنا بقى الفريك بالخضار، حاجة كده رهيبة. عندي هنا فريك احنا عادي سالقينه ومسوينه زي الرز بالظبط. عندي بعد كده قطع كده من الطماطم، شوية كده من خس او جرجير زي ما انتوا بتحبوا. بعد كده هحط كمان شوية كده من الفاصوليا الحمراء، بحبها جدا في اي نوع سلطة. وبعد كده هنضيف كمان قطع كده من الجبنة،
اي جبنه قليله الدسم انتوا بتحبوها في الدايت ضيفوها في الطبق ده. وهنحط اخر حاجه وهو هنحط بقى اخر حاجه وهي شرايح البيض المسلوق. الطبق ده بقى برضو تقدروا يعني تبتكروا فيه زي ما انتوا عايزين، تقدروا تحطوا بقى الخضار اللي انتوا تحبوه. ممكن تضيفوا ذره، ممكن تضيفوا فلفل الوان، ممكن تضيفوا افوكادو، ممكن تضيفوا اي حاجه بتحبوها خضار في الطبق ده، بتطلع رهيبه. هنزينه بقى او هنرش عليه شويه الاول بس كده بشويه فلفل اسمر وملح، ومعلقه صغيره كده من زيت الزيتون. بعد كده نزينه كده بشويه بقدونس، او ممكن برضو تزينوه بشرايح زيتون، بيطلع خطير يا جماعه. او شويه بصل اخضر كده من على الوش، بيطلع رهيب. طبق مشبع جدا، طعم الفريك خطير مع شويه الخضار والاجبان والبيض كمان. الطبق ده رهيب، جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. وبصوا بقى حرفيا ما بياخدش دقيقه في التحضير، وبيطلع طعمه رهيب ومشبع وكله كده خضار، وطعمه بجد حلو جدا. جربوا الطبقين دول بجد هيعجبوكوا جدا جدا. سهلين بساط، كلهم خضار ومشبعين. وان شاء الله يا رب كده لو عجبتكم الوصفات ما تنسوش تشتركوا في القناه، وما تنسوش تعملوا لايك للوصفه.